في الجزء التاني ده هنتكلم فيه عن بعض من النماذج واللي اتعلمنا منهم الفطرة النقية السوية بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم اتعلموا الفطرة النقية السوية من النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأول نموذج هو علاقة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر الصديق. هما الاتنين اتعلم منهم الفطرة النقية السوية للصداقة الحقيقية العميقة اللي مليانة بالمشاعر الصادقة وبالحب والنجدة والدعم والسند والإخلاص والتفاني وكل المعاني الراقية من الصديق لصديقه. كانت علاقة صداقة مش عادية، أنا سميتهم توأم روح في الصداقة وقدوة لكل العلاقات الجميلة المخلصة النقية. تاني نموذج هنتكلم عن أعظم قدوة عندي في الأنوثة. أعظم قدوة عندي في الأنوثة ومنها فعلا بتعلم الفطرة السوية للأنوثة هي ستنا خديجة رضوان الله عليها، أول زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، والزوجة الوحيدة اللي هو اختارها بإرادته، والزوجات الباقيين كلهم كانوا بأمر من رب العالمين له بدون اختيار للنبي عليه الصلاة والسلام فيهم. كانت ستنا خديجة أنثى قوية متزنة ممكنة على الأرض، وليها رسالة واضحة في حياتها وعندها قيم واضحة، وكل الناس كانوا بيحترموها وبيعملوا لها ألف حساب. هي أنثى ليها وزنها وقيمتها العالية، أنثى حكيمة متزنة ناضجة وواعية، أنثى ثرية وليها كاريرها الخاص بيها. كانت تاجرة شاطرة وأدارت أموالها باحترافية وبوعي وحكمة واتزان. هي أجمل نساء العالمين رضوان الله عليها، بعكس مجتمعاتنا دلوقتي اللي للأسف اتشوهت فيها فطرة الأنوثة عند الإناث، واتشوهت نظرتنا للأنوثة، وحتى عند كثير من الرجال نظرتهم مشوهة للمرأة وقيمتها وأهمية أدوارها ووجودها في الحياة. كل ده للأسف نظرة مشوهة، واتشوهت فيه الفطرة النقية السوية. وكمان في الوقت الحالي بنسمع كلام كتير عن الأنوثة المقدسة وعن الأنثى الملكة وأنماط الأنوثة النورانية والأنثى الواعية المتزنة ومصطلحات وكلام وشرح كتير في كل ده وأمثلة على ملكات وفنانات. طيب وليه نعقد نفسنا ونتوه ونتلخبط مع إن الأمور واضحة وسهلة وبسيطة ومش محتاجين التعقيد ده كله في الوعي؟ ولأن الحديث الشريف واضح جدا: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وعائشة على النساء كفضل ثريد على سائر الطعام. مفيش أكمل ولا إناث متزنين في الدنيا كلها أكتر من النساء اللي ربنا ذكرهم في القرآن، وكمان نساء آل بيت النبي اللي ربنا اختارهم يكونوا جنب أكمل وأشرف خلق الله سيدنا النبي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني زوجاته. وعلى وجه الخصوص ستنا خديجة رضوان الله عليها، لأنها هي أولى زوجات النبي، ومن بعدها طبعًا باقي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبناته، لأنهم كلّهم من ستنا خديجة، ومن بعدهم كمان الصحابيات اللي اتعلموا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروا دين رب العالمين. فنركز معاهم ومع تفاصيل حياتهم ونتخذهم قدوة ونفهم القيم والمبادئ اللي عاشوا بيها، ومن هنا هتتضح عندنا صورة الأنثى المتزنة المكتملة، ونبدأ نطبّق ونتعلم منهم ونشتغل على نفسنا ونزكّي نفسنا ونصلّح اللخبطة الموجودة عندنا عشان نقرّب أكتر من الفطرة النقية السوية للأنوثة المتزنة. وتأتي في المرتبة الثانية عندي أنا بعد ستنا خديجة رضوان الله عليها هي ستنا عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي كانت بتعلّمنا الاتزان الأنثوي في العلاقات السوية، بتعلّمنا إن الأنثى المتزنة بتجمع ما بين الدلع الأنثوي مع التعبير عن المشاعر والاهتمام والحب الكبير، والضعف الأنثوي في وجود الطاقة الذكورية، والإحساس بالحماية والدعم والسند والأمان في وجود أكمل الرجال النبي عليه الصلاة والسلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكمان جمال روحها المبهجة المؤنسة كانت فعلًا ونعم الونس، وكمان حبها للتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة أسئلتها في تفاصيل دقيقة. ده غير إنها أدت رسالة قوية وعلمت الصحابة علم الفقه وعلم الميراث من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى يومنا هذا إحنا بنتعلم العلم اللي هي نقلته لنا، لأنها نقلت دواخل عميقة في العلم لشدة قربها من النبي عليه الصلاة والسلام وشدة حبه ليها وحبها ليه، ومن غيرها كان هيبقى في أحكام فقهية كتيرة مش عارفين نعمل فيها إيه. وآخر نموذج حابة أتكلم عنهم إننا اتعلمنا منهم الفطرة النقية السوية في المال والغنى والثراء. امتلكوا أموالا طائلة ولكن باتزان وبدون تعلق، وكان حبهم لربنا وإخلاصهم لربنا وتعلقهم بربنا هو الأكبر، مش حب المال طغى على علاقتهم بربنا زي أحوال كتير في زماننا الحالي. والدليل على كده عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. فكان ممكن الواحد منهم ينفق ملايين في سبيل الله أسوة بالقدوة العظمى
بالقدوة العظمى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، زي مثلًا سيدنا عثمان بن عفان، وزي اللي بسهولة تخلّى عن نصف ماله وأنفقه في سبيل الله وهو سيدنا عمر بن الخطاب، وزي النموذج الأعظم منهم سيدنا أبو بكر الصديق اللي اتخلّى عن كل ماله في لحظة وأنفقه في سبيل الله، وقدوته العظمى في كده اللي اتعلمه من فعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كتير كده، وعدم تعلقه بالمال. هم وغيرهم كتير كانوا أثرياء وأغنياء، ولكن ربنا كان في قلوبهم وكان أكبر من أي مال، هم ملكوا الدنيا لكنهم ما سابوش الدنيا تتملك قلوبهم، مركزية حياتهم كانت رب العالمين، فخدموا المركزية دي بأموالهم وأنفسهم وكل ما يملكوا وكل ما أوتوا من قوة، عشان كده هم سبقوا واستحقوا لقب والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. عاشوا حياتهم بتوازن من غير ما جانب في حياتهم يطغى على جانب آخر، وأدّوا كافة الحقوق والواجبات اللي عليهم، ويستحقوا فعلًا إنهم يكونوا نماذج القدوة العظمى في حياتنا بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويستحقوا فعلًا إننا نسمع عنهم أكتر، ونتعلم منهم باستمرار الفطرة النقية السوية قبل ما تتشوه جوانا، ويستحقوا إننا نتعمق في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عشان نعرف عنهم أكتر وأكتر. وكل ما بنرتقي ونزكي أنفسنا ونشتغل على نفسنا ونتشافى من صدماتنا النفسية ونغيّر أفكارنا المشوهة بداخلنا، وناخد قرار صادق مع نفسنا لتغيير نفسنا من الداخل للأفضل، كل ما فعلًا هنكون إحنا بنقرّب منهم أكتر، لإنهم نماذج سوية عملية حقيقية بيعلمونا الفطرة النقية السوية، كل ما بنعمل كده كل ما هنزيل جزء من التشوه المزيف بداخلنا، كل لمّا هنسمح لنفسنا نتعمق ونقرّب لفطرتنا النقية السوية أكتر وأكتر. أنا بسمة، معالج شعوري لتشافي الصدمات النفسية والجروح العاطفية، وكوتش في تشافي العلاقات الإنسانية، ودوري إني في الجلسات الخاصة أساعدك تتعامل مع أي أفكار سلبية جواك، وأي مشاعر سلبية بتمُر بيها، ونقبل المشاعر دي ونحررها من جذورها العميقة في الطفولة بتكنيكات عميقة جدًا، وكمان نغيّر أفكارنا السلبية ونفهم اللي حصل معانا وقت الصدمة بوعي جديد ووجهة نظر جديدة،